قناة المرقاب تزور أرض غالية على الجميع، أرض الرجال، أرض البطولة، أرض العراق الرافدين، وتحديدا من إقليم كردستان. وأربيل بالنسبة لأربيل هسه يعني تمثل بصفة حلوة تختلف عن، مع احترامي لكل المحافظات الإقليم، بعلاقتها مع العشائر. ونشكر قناة المرقاب والأخ مناحي اللي تجشم عناء السفر ووصل لهالمكان هذا، ينقل تحياتنا ومشاعرنا الناس عزيزين على الكل، وهم شعب المملكة وحكومة المملكة. يختلف عن مناطق العراق الباقية. أول شيء الأمان موجود، يعني الرحمة موجودة عندها، سمعت ولا ما فرقوا بين هذا، يعني هذا كردي وهذا مسيحي وهذا عربي وهذا، ما فرقوا. والله أبو ناصر، هذا السوق هو سوق القديم يعني مال الأربيل المركزي تقدر تقول، ومحلاته شوفها أكثر صغيرة، يعني آلاف المحلات يعني. داركم لعنبوكم لا تخلونا، داركم لعنبوكم لا تخلونا. والله احنا دخلنا منطقة كردستان تقريبا من 2006. أول ما دخلنا على أربيل، ومن أربيل ظلينا نمشي لما وصلنا حدود إيران سليمانية. من إقليم كردستان العراق، ومن أربيل تحديدا، ومن هالقلعة، قلعة أربيل التاريخية. ومثل ما قال كاك مسعود بارزاني، ماكو فرق بين كردي وعربي بكردستان، الكل احنا اخوان. تعتبر هذه خطوة محسوبة، ونشكرك عليا جيتك هذه، وفتحت باب وتجولت اليوم بأربيل، وشفت الأمان وشفت الوضع ما شاء الله، والمناطق السياحية يعني تجولنا بها، وشفت يعني هذه تنقل صورة لإخواننا اللي يسمعون عن العراق وما يسمعون إلا بس بالتفجير وانفجارات وقتل وذبح، والواقع غير هذا. يعني والحمد لله، يعني تعاون بين شمار والأكراد، اخواننا احنا ما نقول اكراد، ما نسوي تفرقه او كردي، ولا احنا كلنا نعيش عراقيين. وعند الشيخ ابو عبد الله الجربة وهالحين، وحياك الله من السعودية لهالمكان هذا. البرزانيين طبعا كقبيلة واسعة، وبعدين تحولوا إلى مشيخة دينية. والد وأجداد السيد الرئيس المسعود البرزاني كانوا مشيخة دينية على طريقة نقشبندية، وعلى هذا الأساس التف حولهم عدد كبير من الأكراد من كافة القبائل، من كافة القبائل الأخرى. نشكر السيد معالي وزير الخارجية عيشار زيباري على اختياره لبعض السفراء المرموقين الكرماء، مثل الأستاذ غانم الجميلي سفير العراق في المملكة، الذي هو دائما يسهل طلبات العراقيين واحتياجاتهم،
ونشكره على تسهيل المهمة للإعلامي مناحي أحصان وزيارته إلى العراق وإقليم كردستان. مشكلة